تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام ومتابعي قناة السلام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا، الذي نناقش فيه العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الإريتري بكل تفاصيله. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على مفهوم الاقتصاد الإسلامي، وما هي الأسس التي يعتمد عليها في إدارة الأنشطة الاقتصادية للدولة، وكيف ينظر للأموال التي تدور بين المسلمين، والعديد من النقاط نناقشها في هذه الليلة. ضيفي هذه الحلقة الدكتور حسن سلمان، الباحث في القرن الإفريقي هنا في الاستوديو، وفضيلة الشيخ فتح الباري من خارج الاستوديو، وكذلك الدكتور خالد رمضان من خارج الاستوديو أيضا. كما يسعدني مستمعي الأكارم والمشاهدين الكرام أن تتابعونا في هذه الحلقة باقتراحاتكم وأسئلتكم من خلال تعليقكم على البث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشبكة قناة السلام الإعلامية. كما أذكركم بالمشاركة بالاتصالات عبر الواتس، الرقم الذي يظهر على الشاشة أمامكم 004479473831. الرقم مرة أخرى 004479473831. أسأل الله تعالى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا. أهلا وسهلا بكم دكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا ومرحبا. نسأل الله تعالى أن يكتب خطواتكم وأن ينفعنا بعلمكم. ماذا يعني مفهوم الاقتصاد الإسلامي، وما هي المنهجية التي يعتمد عليها في إدارة الأنشطة الاقتصادية للدولة؟ كيف تقرؤون هذا السؤال وكيف تجيبون عليه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مسألة الاقتصاد هي تلك المسألة المتعلقة عموما بقضايا الأموال وقضايا المنافع وقضايا الخدمات، وكيف يمكن لهذا الإنسان أن يستفيد من خيرات الأرض. باختصار هذه هي. تتفاوت بعد ذلك المناهج والمذاهب في كيف يتم هذا الموضوع، كيف تتم الاستفادة من خيرات الأرض. والقرآن الكريم ربما لا يسمي طبعا هذا المصطلح، يعني مصطلح القرآن قد يكون أقرب إلى مفردة المعاش، يعني يسميه المعاش. جعلنا الليل لباسا والنهار معاشا ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش قسمنا معيشتهم. فالقرآن الكريم يستخدم هذه المفردة. جميل. ومهم جدا أنا في تقديري، ونحن نتناول القضايا المفاهيمية وقضايا المناهج بالذات المختلفة، كلما اقتربنا من المفردات القرآنية ستجد أن هذه المفردة لها دلالتها الخاصة التي هي يعني توحي بإيحاءات كبيرة جدا. فيما يتعلق بموضوع، طيب، كيف تقرأ في قوله تعالى وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم؟ اهتمام الإسلام بالمال جبلية وأيضا شرعا أعتقد فيه اهتمام كبير. نعم، يعني هذا الذي أردت أن أدلف إليه، وهو أن الإسلام يتعامل مع موضوع المال ابتداء من خلال عدة نقاط. المسألة الأولى، ينظر إلى موضوع المال ابتداء ضمن مفهوم كلي وليس مفاهيم جزئية. تمام. يعني لا ننظر إلى موضوع الاقتصاد والتجارة وكذا بعيدا عن المنظور الكلي لنظرتنا للكون والإنسان والحياة. فمثلا المنظور الوضعي يتعامل مع الكون باعتباره إنسان وطبيعة، المسلم يتعامل الله والإنسان والطبيعة.
ده ابتداء. يعني الله سبحانه وتعالى حاضر بالنسبة للإنسان المسلم. تمام. فحركة الاقتصاد تدرس ضمن هذا الثلاثي وليس ضمن حالة ثنائية. يعني لا ندرس الاقتصاد باعتبار علاقة ما بين الإنسان وهذه الطبيعة وكيفية الموارد دون أن يكون هنالك بعد غيبي وهو بعد الله سبحانه وتعالى والخوف منه. أيوة. هذا العنصر الثالث وتوقيره وتوقير أوامره. نعم. أيوة عليك النور. فابتداء بأننا إذا انطلقنا من هذه الجزئية فإننا ننظر إلى أن الله سبحانه وتعالى هو المالك الأصلي للأموال، لأن له ما في السماوات والأرض وله ما كل وآتوهم من مال الله الملك الذي آتاكم. طيب هذه مسألة مهمة جدا. يعني أنت تتصور أن هذا المال ليس مالك. طيب بما أنه مال الله سبحانه وتعالى تتعامل في هذا المال بمنطق سماه القرآن منطق الاستخلاف والاستعمار. تمام. واستعمركم فيها. إذن أنت مستخلف وأنت مستعمر في هذه الأرض. بما أنك مستخلف ومستعمر من الله إذن تعمل بأوامر الله الذي استخلفك. طيب كيف نوفق بين هذه الآية وآية قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم هنا الآن ملكنا. نعم هنا ليس على سبيل التملك. الله سبحانه وتعالى جعل يعني ملكك إياها، لكن لست أنت على سبيل الاستخلاف. ليس من باب الأصل. ليس من باب الأصل أنها ملك لله سبحانه وتعالى، ولكن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء بإيتاء الله لك. بإيتاء الله لك. النقطة الثانية وهي أيضا مسألة مهمة جدا وهو موضوع الأحكام في هذا المجال. ستلاحظ بأن من أوسع المجالات في الفقه الإسلامي وفي التشريع الإسلامي موضوع المعاملات المالية. تمام. تتعلق بالكسب وتتعلق بالأرزاق وتتعلق بالملكية وتتعلق بالبيوع وتتعلق بالديون تتعلق بالصدقات. إذا أنت أمام قسم كامل اللي هو ما نسميه بقسم الشرائع المالية أو التشريعات المالية يدخل فيها هذا المال، وبالتالي أنت ستدخل إلى الاقتصاد الإسلامي من هذا الباب. تمام. أيضا من القضايا المهمة أن هذا الاقتصاد يعني هو جزء من الرؤية الكلية وليس كما ذكرت جزء من تفصيلات على الأقل جانبية. يعني حتى لا يكون والله تتصور بأن أنت بإمكانك أن تأخذ زاوية الاقتصاد وتهمل بقية الزوايا. زاوية الإيمان والعقيدة لها علاقة بالاقتصاد، زاوية الأخلاق والتزكية لها علاقة بالاقتصاد، زاوية القيم لها علاقة بالاقتصاد، زاوية التربية والسلوك لها علاقة بالاقتصاد. ولذلك القرآن الكريم وهو يتناول هذه المجالات ستلاحظ يسبقها أحيانا بالتقوى وأحيانا بالإيمان وأحيانا بكذا، بمعنى مخلوط المسألة الأحكام الكلية في الإسلام. لا يمكن أن نبني اقتصادا إسلاميا صحيحا ما لم يكن هنالك أصلا نسيج كامل فيما يتعلق به. طيب جميل. هل نخرج بهذا من خلال هذا التفصيل نخرج بثلاثة قواعد أساسية؟ أولا أن المال ملك لله نعم سبحانه وتعالى. ثانيا هو ملكك إياه نعم استخلفك فيه ملكك إياه. نعم. دائما أن إذن الإسلام يعطي حق التملك للفرد. نعم. يعطي حق التملك للفرد. نعم. الزاوية الثانية تملكك لهذا المال ليس مطلقا. نعم. وإنما هو مقيد. نعم. بشرائع ستحاسب عليها إيجابا أو سلبا يوم القيامة. هذه النقطة الرابعة وهي مهمة جدا. نعم. اللي هي موضوع المسؤولية. يعني وأنت تتعامل بهذه الأحكام التي هي أحكام الخمسة: حلال، حرام، مباح، مكروه، واجب. هذه الأحكام الخمسة يدور فيها كل الشأن المالي. تمام. في نهاية المطاف في المسؤولية. نعم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. فالإنسان سبحان الله في فلسفة الاقتصاد يستحضر كل هذا البعد باختصار شديد. طبعا الموضوع هو حقيقة موضوع ليس سهلا، يعني موضوع طيب كبير. يعني أنا أقصد ببساطة دكتور حسن، الله ملكني عقارا، تمام؟ نعم. هل يحق لأحد أن يأخذ هذا الملك لي؟ هل يحق لأحد أن ينتزعه مني؟ طبعا إذا تملكته بطريق صحيح الشريعة وأعطتك طرق التملك معروفة. طرق التملك يعني الشرعي الصحيح من ضمن القضايا في علم الشريعة مثلا والله كيف يتم التملك. سواء كان تملكته بالبيع والشراء أو تملكته بالكسب أو بالعمل أو بالجهد أو دفعت فيه أو اشتريته. المهم أنت تملكته بطريق صحيح فإنه لا يحق بعد هذا صار حق. لا يحق بعد ذلك أن يتسلط غيرك عليه. تمام. لا يحل لمارئ مسلم أيوة. إلا بطيب نفس. تمام. ولا طيب من أموالكم بينكم بالباطل. أيوة. هل حمى الإسلام مالي؟ طبعا. بماذا حماه؟ حمى الإسلام مالك بمجموعة من الإجراءات، جزء منها إجراءات شرعية ديانة وأخلاقا، وجزء منها إجراءات تشريعية متعلقة بالجوانب القانونية الجنائية.
فمثلا هنالك قضايا التوثيق وقضايا التثبيت وقضايا الإشهاد، ثم بعد ذلك إذا سطع عليها أحد أيضا يحق للإنسان أن تقع على هذا الذي سطع على مالك كل أنواع الدفوعات، بما فيها أن تدفعه بنفسك وأن تدفعه بالسلطان، وإذا وصل الأمر أكثر من ذلك قد تقطع مثلا يد الإنسان الذي سطع على مال غيره. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما نكالا من الله. إذا وصل الحد لحماية مالي أن تقطع اليد التي نعم تطال إلى مالي. نعم. ولذلك الشريعة أول تعتبر هذا الموضوع على وجه التحديد هو واحد من المقاصد الكلية الخمسة، وهي مقصد المال. من المقاصد الخمسة حفظ المال، مقصد الدين ومقصد النفس ومقصد العقل ومقصد النسل ومقصد المال. إذا أنت وهذه المقاصد الشريعة في تفاصيلها حمتها من حيث الوجود وحمتها من حيث العدم. طيب. حمتها من حيث الوجود بمعنى كيف يمكن أن توجد هذه الأموال. طيب. ثم حمتها من حيث الوجه ألا يكون هنالك اعتداء عليها. طيب. بقي جزئية أخيرة وننتقل الآن لشيخ فتح الباري. لماذا أوجب علي الإسلام الزكاة؟ لماذا أوجب علي الإسلام الزكاة؟ هل هو للتكافل الاجتماعي؟ هل هو لتطهيري أنا كمسلم؟ يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم أين سيدخل المال العام في مناطق المسلمين؟ ولنفترض أنا حصلت على قطعة أرض فيها مثلا معادن، فيها أمور، كيف ترى هذا شيخ حسن؟ على كل فيما يتعلق بالجزء الأول وهو الزكاة الله سبحانه وتعالى شرعها للإنسان وفيها أكثر من هدف. فيها هدف على مستوى الشخص نفسه، وفيها هدف على مستوى تعاملك مع الله، باعتبار أن الله صاحب المال موجب لك. أنا أقول لك والله يا أخي هذا المال تصرف منه لفلان، فأنت إنما تطيع الله سبحانه وتعالى، فمن جانب أنت تذهب في اتجاه طاعة المستخدم الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية، عندما تطيع الله سبحانه وتعالى تزكو النفس وتطهر ويذهب الشح وتذهب الأمراض النفسية. النقطة الثالثة فيه حق للإنسان، يعني هذا من الناحية النفسية والتزكية يا شيخ حسن، لو نقف عليها قليلا. نعم. المال من محاب الإنسان، نعم، جبليا محبوب. نعم. فلما أنت تخرجه لله سبحانه وتعالى، نعم، والنفس راضية، نعم، زكية، فكأنك تقدم محاب الله على محبوبات النفس، على محبوبات النفس الغالية. نعم. وتحبون المال حبا جمة. نعم. عليها شدة، صحيح، ميم عليها شدة، جمة. نعم. نعم. صحيح. مما يدل على قوة هذا. نعم. فبالتالي هنا يعني نمر على هذه الآية والآية الأخرى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. هذا الجانب، هذا فيه جانب التطهير وجانب التزكية، وهذا الجانب طبعا فيه اتجاهين. فيها أيضا فائدة للمال، وهو أن البركة والزيادة والفضل من الله سبحانه وتعالى على هذا المال الذي تزكى. وبالتالي مفهوم الزكاة نفسها فيه مفهوم تزكوي نفسي وروحي للإنسان، وفيه نماء للمال نفسه. ما طيب. نقص بقي لنا المال العام. نعم. المال العام كيف رؤية الإسلام فيه؟ على كل ما يتعلق بالمال العام، هي عموما الإسلام يتجه إلى مسألة مهمة جدا، إلى دولة الناس وإلى مال الناس. هذه مسألة مهمة جدا. الدولة دولة الناس، والمال مال الناس، والعلم للناس. هذه قواعد أساسية. تمام. بمعنى ماذا يعني الدولة دولة الناس والمال مال الناس؟ أيوة، عليك النور. الدولة دولة الناس، إنما الهدف من إقامة النظام والسلطة هو خدمة الناس، وهم الذين يقيمونها، فهي دولتهم. تمام. وليس دولة متسلطة عليهم. تمام. وبالتالي هنا في النظام الإسلامي الدولة فرع عن الناس، وليس الناس فرع عن الدولة. وهذه طبعا مسألة فيها تفاصيل كثيرة. المال أيضا للناس، بمعنى تتجه كل السياسات المالية في التصور الإسلامي إلى أن الأموال ابتداء يتملكوها الناس ولا تتملكها السلطة. هذا الأصل. يعني بخلاف النظام الاشتراكي اللي هو تتسلط الدولة لتهيمن على لا، بقدر الإمكان يتجه الإسلام إلى أن أكبر مساحة من الأموال تعطى للناس، سواء كان أموال غنائم تعطى للناس، أكثرها 4 أقسام. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فأخذ الخمس فقط، أخذ الخمس والأربع أخماس للناس. الزكاة
إنما الصدقات للفقراء والمساكين، 8 أصناف لا إله كلها للناس. تعال بعد ذلك لي موضوع الفيء، وهو غالبا ما تحصل عليه الدولة الإسلامية من ما هو بغير قتال، أو ما هو من الأشياء التي المكتنزة وغيرها. هذه أيضا لا يجوز لها أكثر من الخمس، باقي يفترض أيضا أن يذهب إلى الناس. يا سلام يا سلام. أحسن. ولكن هنا في موضوع الفيء ربما الركاز أيضا نفسه كله. وبالتالي ستلاحظ أن الدولة كنظام سياسي يفترض أن لا تتجاوز في نسبتها هذا الخمس. ما هذه الفائدة التي نجنيها من ذلك؟ هو أن موضوع المال والهيمنة عليه تؤدي إلى الطغيان والتسلط. الله المستعان. فما أراد الله سبحانه وتعالى لدولة الإسلام أن يكون والله السلطان فيها أقوى من الشعب، بل أراد الشعب بغناهم بأموالهم بخيراتهم أن يكونوا أقوى من السلطان. وبالتالي السلطان خادم لهم. ولذلك سبحان الله لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام ما كان يبيت وفي خزينته شيء، يوزعها كلها. عجبا. أحيانا أتساءل هل كان غافل النبي صلى الله عليه وسلم عن إيجاد بيت للمال وخزينة للمال وإنه يكدس الأموال؟ ما كان غافل. ما كان غافل، بالعكس. شكرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضر بذلك. وبالتالي يعني قدر الإمكان لو استطعنا أن نوجه هذه الأموال إلى الناس فهذا هو إن شاء الله الأفضل. مرحبا بالشيخ فتح الباري، نرحب بكم ونشكركم على استجابة الدعوة. بارك الله فيك أخي فضيلة الشيخ برهان سعيد، وكذا أحيي ضيفيك الدكتور حسن سلمان، وكذلك الدكتور خالد رمضان، مشاهدي ومستمعي قناة الآن في العالم. بارك الله فيك. أحييكم كلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخصائص التي يتسم بها النظام الاقتصادي الإسلامي تميزه عن بقية الأنشطة الاقتصادية. نريد مقارنة بين النظام الاقتصادي الإسلامي وبين النظم الأخرى، النظام الماركسي، النظام الشيوعي، والنظام الرأسمالي، ومقارنة سريعة بينهما حتى يستطيع المستمع والمشاهد أن يرى ببساطة يعني فعلا نعمة الإسلام والمسلمين في كل شرائعه. تفضل. يزيد فضلك وشكرا لك وشكرا الدكتور حسن. حقيقة ذكر بعض الأشياء أو معظم الأشياء، وأنا أحاول أن أستكمل ما لم يذكره. الخصائص التي يتسم بها الاقتصاد الإسلامي يمكن القول بأنه اقتصاد رباني وعقدي وأخلاقي وواقعي وإنساني، يدعو إلى ترشيد الإنفاق، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأنه أي الاقتصاد الإسلامي أيضا فريد في نوعه، مستقل عن غيره، المال فيه وسيلة وليس غاية، وذو طابع تعبدي، وهو اقتصاد كما ذكرتموه آنفا موجه ومقيد. أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تكون تجارة عن تراض منكم، والملكية فيه لله جل وعز. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، والإنسان كما ذكرتموه آنفا مستخلف فيه، مما جعلكم مستخلفين فيه. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. ومن خصائص الاقتصاد الإسلامي التنمية وعمارة الكون، وأنشأكم من الأرض واستعماركم فيها. ومن خصائصه العدالة الاجتماعية وحفظ بين أفراد المجتمع، يكون دولة بين الأغنياء منكم. من خصائصه حماية وعدم إفساد الموارد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ومن خصائص الاقتصاد الإسلامي إباحة الطيبات وتحريم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن خصائصه ما شاء الله المال وعدم كنده، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. القول إخوان الفضلاء أن الاقتصاد الإسلامي يتسم بخصوصيات، وهو قائم على 4 أسس. الأساس الأول العقيدة، الذين آمنوا
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإيمان هو الاسم الوارد في الوحيين، وذلك لدلالته على الهدف الأسمى من الإيمان وهو الأمن. ولو أن أهل الأمن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالإيمان والتقوى أهم أسباب الازدهار والرفاه وسبب للخيرات والبركات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثل لم يبارك له فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. هنا يبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الزيادة والنقصان للمال تؤثر فيهم الصدقة على الفقراء على ابتغاء وجه الله، وذلك من أن الله يدفع عن المسلم من البلاء والمصائب بسبب الصدقة. طيب جميل جميل. نحن الله الوقت يفتح. محدود لدينا شيخ فتح الباري، الوقت نعم. محدود لدينا. نعم. يعني هذه الخصائص وما ذكرته حقيقة يعني جميل جدا وإضافة نوعية، لكن نريد نحن الآن المقارنة بين النظام الإسلامي في المالي والنظم الأخرى الوضعية الاشتراكي الرأسمالي الشيوعي، لمحة سريعة في المقارنة بينهما. طيب، الاقتصاد الإسلامي مستقل قائم على الكتاب والسنة. العلمانية مثلا أساسها المادة والنفعية والذاتية. في شريعتنا الغراء في ديننا الحنيف الأصول الثلاثة التي ترسل هي الإيمان بالله وبرسله يوم المعاد. بخصوص الشيوعية ترحموا عليها إن سمحتم، فهي قد ماتت أو دفنت في عقر دارها، فلا يمكن الحمد لله. المقارنة. الحمد لله. فلا يمكن المقارنة بين شريعتنا الغراء التي كانت والتي هي ما زالت والتي ستكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. طيب أعطينا لمحة عن الرأسمالية والاشتراكية، لمحة. الشيوعية قلت أنها نعم. ماتت ووئدت لا ردها الله، بقي لنا الرأسمالية والاشتراكية. النظم الآن الدول التي تحكم بالديمقراطية ما هو النظام الذي تسير عليه النظام المالي؟ النظام الرأسمالي والنظام الرأسمالي التي الغاية فيها النظام أو الفكر الميكافيلي. الوسيلة هي الغاية فقط، تجمع الأموال وتقرض الناس لمن شئت بأمورك أو بقوانينك أو بفرضياتك. الدول تزداد فقرا والأغنياء يزدادوا لا أقول غنى بل ثراء وفحشا. تجد في مدينة واحدة مثل مدينة كالكوتا مثلا تجدها دولتان في مدينة واحدة، وكذلك في ريو دي جانيرو في برازيل تجد في مدينة واحدة فقراء تحت الفقر وأغنياء ربما على ناطحة السحاب. هؤلاء هدفهم يجمعون المال بأي وسيلة ليركعوا وليزيدوا الفقراء فقرة وهم يزدادوا في فحش ثرائهم. جميل. جميل جزاكم الله خيرا. الدكتور خالد رمضان معنا؟ الأستاذ رمضان محمد نور، أنا خلطت. حياك الله أستاذ رمضان. أهلا وسهلا، يا مرحبا. الله يحييك حباب الله. يا مرحبا حياكم الله. أهلا وسهلا. مرحبا بكم وبالإخوة كلهم المتداخلين، وبارك الله فيكم ربنا يوفق إن شاء الله. يا أخي دايرين نشوف وجهك، مالك كذا كل مرة تجينا بالصوت بس؟ والله ما محمد دخلني بالصوت وللأسف بعد ما دكتور حسن بدأ الكهرباء عنده قطعت وجات الأمطار. وده برضو اللي عطله في الجانب الاقتصادي يعني. دكتور حسن يا أخي عدلوا الجانب الاقتصادي عندكم عشان ترجع الكهرباء مضبوطة يا شيخنا. إن شاء الله دعواتكم معنا إن شاء الله. الله يفرجها على جميع المسلمين، الله المستعان. طيب شيخنا، نعرض عليك، استمعت طبعا لطرح الشيخين ما شاء الله جزاهم الله خيرا. نريد المعالجات التي يقوم بها النظام الاقتصادي الإسلامي لإصلاح مشاكل المجتمع الاقتصادية. حول هذا نعم لو تدلي بدلوك أستاذ رمضان محمد نور من خارج الاستديو، تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ برهان. انا بس ان شاء الله يعني سمعت حادي بس مقدمات سريعه لانه الزمن ضيق، لكن قبل ما اخش في المعالجه التنظير والتنزيل اللي جابه الشيخ حسن ما في داعي نكرره، لكن الان عندما يقال اقتصاد اسلامي ماذا نعني به؟ الاقتصاد الاسلامي التعريف بتاعه هو مجموعه من المبادئ والاصول الاقتصاديه التي تحكم النشاط الاقتصادي للدوله الاسلاميه التي وردت في نصوص الكتاب والسنه. تمام. والتي يمكن تطبيقها بما يتلائم مع ظروف الزمان والمكان. ده تمام. التعريف بتاع الاقتصاد الاسلامي. الاقتصاد الاسلامي يعالج مشاكل المجتمع الاقتصاديه وفق المنظور الاسلامي للحياه. وهذه الاصول لا تقبل التعديل، يعني لا يمكن نعدل في الربا، لا يمكن ان نعدل في العداله، لا يمكن ان نعدل في المحرمات. هذه الاصول. طيب، بناء على كده اهم مفهومين او اهم مبدئين للاقتصاد دكتور حسن، لابد كل انسان يعرف انه المال ده مع الله سبحانه وتعالى، ورقم اثنين انه مستخلف فيه. تمام؟ ومن المفاهيم الاخرى ما هو دور المال؟ المال هو اداه لقياس قيمه ووسيله للتبادل التجاري، يعني ليس هو سلعه في نفسه، لانه تدخل فيها مسائل الربا لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا تاجيره، وما داعي اطول فيه. تمام؟ والتعريف بالنسبه للمال كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على الوجه المعتاد شرعا. تمام؟ وبعد ذلك في شروط بالنسبه للانسان الذي يتعامل في المال، ما في داعي ندخل فيها كثير. لكن اهم شيء القواعد يعني المحظورات المعروفه عندنا في الاقتصاد. سالت من الفرق بين الاقتصاد الراسمالي والاشتراكي والاسلامي وكذا. عندنا بعض الاشياء المحظوره في الاقتصاد الاسلامي: الربا، الاحتكار، الاتجار في القروض، تحريم بيع ما لا يملك، تحريم بيع الغرر، تحريم الاتجار في المخدرات او بيع العين. دي امثله. ما هي الادوات التي نستعملها الان؟ ناتي لسؤالنا. المعالجات التي يقوم بها الاقتصاد الاسلامي لاصلاح مشاكل المجتمع. عده ادوات استثماريه تنفع في معالجات المجتمع، منها المضاربه، المرابحه، المشاركه، الاجاره، السلم وغيرها. تمام؟ طيب، ما هي المعالجات؟ هي اصلا مشاكل المجتمع ما هي عشان نعمل لها معالجات؟ مشاكل المجتمع دائما فيها الفقر، فيها العطاله، فيها الفساد، فيها التنميه الاقتصاديه، فيها اسعاد الناس. دي اشياء اساسيه، يعني يحتاج انه الانسان لما يكون في الدوله الاسلاميه والاقتصاد الاسلامي لابد يعالجها. تمام؟ ازمه البطاله يعني بكل بساطه عندما جاء يعني سيدنا عمر ووجد الرجل موجود في المسجد ولا يخرج من المسجد، وقال: من يعوله؟ قالوا اخاه. قالوا اخاه احسن منه، افضل منه. بمعنى انه نحن عندنا العطاله تعالج بتوفير يعني التعليم وتوفير وتهيئه الجو وتوفير وتشجيع الناس على الانتاج. بالنسبه للفقر يعني الدين كله يحث على السعي لاكتساب الاموال بالطريقه الحلال، وجزء منها الحصل جزء من الفقر يعالج بالزكاه. بالنسبه للفساد عندنا مبدا من اين لك هذا والشفافيه والوضوح. بعد ذلك ربنا قال يعني فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، معناها التشجيع على العمل وعلى الانتاج. هذه المشاكل يعني الفقر والعطاله والفساد والنمو الاقتصادي يعالجها الاسلام بالمعالجات المعروفه لكل المسائل اللي قلناها دي. لذلك يعني المواءمه ما بين حوجات الناس وما بين الموارد الموجوده والتشجيع ومساعدة الدولة للفقراء ووجود قطاع عام يعني ضروري، يعني تكون الدولة متملكاه ولو في أضيق نطاق، ووجود الملكية الخاصة للإنتاج وللتشجيع، ده كله مع بعض تطلع منه المخرجات تكون الاقتصاد الإسلامي عمل معالجات للمشاكل الموجودة في المجتمع. ده جميل. باختصار أقدر أقول لك. بارك الله فيك شيخ. جميل جميل حقيقة، طرح جميل وإضافة نوعية. الأستاذ رمضان محمد نور جزاك الله خير، ابقى معنا سنعود إليك إن شاء الله تعالى. دكتور حسن، سمعنا تفصيل من شخصكم الكريم والمشايخ فتح الباري وأستاذ رمضان محمد نور ما ذكروه. قضيتنا نحن قضية إريتريا، نناقش قضايا إريتريا، هذه كلها مقدمة حول
ما سيتعلق بقضيتنا نحن الآن. ما النظام المعمول به الآن، النظام المالي المعمول به في إريتريا، وما له وما عليه؟ طيب بس قبل ما إن شاء الله نجي إلى هذا لأن السؤال، الوقت يداهمنا، وهذا نعم. سؤال مهم جدا، ثم بعد ذلك سندخل في سؤال آخر إن شاء الله إن شاء الله. بس لأنه الحلقة لا تستقيم إذا لم تتضح صورة موضوع النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي على وجه التحديد. مهم جدا الناس عشان تعرف والله أنت في إريتريا بأي نظام أصلا الآن تكون محكوم. تمام. طيب، عموما النظام الرأسمالي يعني يقوم على فكرة التحرير في الحركة المالية، وأن يكون الأفراد لهم الحق الكامل في التملك، ويرى أن تدخل الدولة يفسد الحياة الاقتصادية، وبالتالي دعه يعمل. ومن هنا بغض النظر عن حلال أو حرام. ما ليست هذه ليس لديه حلال حرام، غزوات، سطو، تحريك جيوش، صناعة مشكلات، تفعل ما تفعل في النهاية أنت المطلوب وتمتلك. أيوة أنك تكدس الثروات، ولذلك هم عندهم فكرة تكديس الثروات. هذه مسألة مهمة. وبالتالي الدولة تدخل في أضيق نطاق إن تدخلت فقط في باب التنظيم، وبالتالي في النظام الرأسمالي يذهب الاتجاه كله نحو هيمنة قلة بسيطة على موارد المال كلها. يعني يمكن 95% من موارد الدولة تسيطر فيها 5% من الشركات. ده ما تنتهي إليه ولذلك يصدق من يقول بأن الرأسمالية متوحشة بمعنى الكلمة، يعني لا تراحم، لا عطف، لا حنان. يعني بل بعض الفلاسفة ذهبوا في اتجاه إنه إذا كان الفقير لا يجد ما يسكن فيه ولا يجد ما يأكل، لماذا أصلا موجود؟ يعني يجب أن ينتهي ويتلاشى. في النهاية تنتهي بنا هذه الحال، لأنه البقاء للأقوى. وهذه النظريات طبعا الجانب الفلسفي له علاقة بالجانب الاقتصادي. البقاء للأقوى، أنت قوي تبقى، ما قوي تزاح. النظام هذا التوحش فيه خرج من رحمه النظام الآخر. يعني النظام الشرقي اللي هو الاشتراكي والشيوعي أصلا في حقيقته خرج من رحم النظام الرأسمالي. رأوا فكرة إنه والله المصانع، وطبعا انتقلوا من الزراعة إلى المصانع، وكان الاستعباد على الأقل في المزارع، ثم انتقل الاستعباد إلى المصانع. فرأوا إنه والله حالة المصانع حالة عبودية بشكل أو آخر. فبدأت الفكرة الآن في إنه والله لابد أن يكون هنالك تحسين لحالة هؤلاء العمال، وننظر إلى قضية المال. هو ليس رأس مال فقط، المال له مجموعة مكونات، رأس مال وأدوات وكذا. وبالتالي بدأ النظام الرأسمالي على النظام الاشتراكي على عكس النظام الرأسمالي في اتجاه الهيمنة على أدوات الإنتاج. يعني الدولة تهيمن على أدوات الإنتاج ولا تتركها للأفراد. وبالتالي نشأ معنا الآن فكرة إنه والله التقسيم للثروة وتوزيع على الأقل الأرباح على العمال، وسيطرة حتى على المستوى السياسي. يكون حزب العمال هذا المسيطر على الحركة المالية من خلال المصانع وكذا، هو الذي يحكم في السلطة السياسية. طبعا كل واحد له إيجابيات وله سلبيات، لكن هذه الفكرة الأساسية. نأتي الآن إلى موضوع إريتريا وبأي نظام يعمل حاليا. لا وضحنا الآن، طالما أنت وضحت لنا الرأسمالي، نعم، أعطينا بعمق أيضا الاشتراكي. النظام الاشتراكي باختصار يعمل على هيمنة الدولة على وسائل الإنتاج. فأنت الأرض ملك للدولة، وسائل الإنتاج ملك للدولة، أنت تعمل في ظل الدولة. الكل توزع لهم الدولة والله مواقع عملهم، وبالتالي الناتج كله يعود إلى إيه؟ يعود إلى الدولة. فالدولة بعد ذلك تعطي كل واحد بحسب حاجته. هنا طبعا سيقل الإبداع وتقل الحالة الغريزية في الإنتاج والمبادرة وكذا، لأنه أنت في نهاية المطاف ليس هنالك مشجع أحصل، فما يعاب على وليس هناك تنافس أيضا. نعم. فإذا كانت الرأسمالية تميزت بالمنافسة والإبداع، إلا أن النظام الاشتراكي والشيوعي اتسم بأقرب إلى ما يمكن أن نسميه بالعدالة، لكنه أبعد عن الحرية والإسلام كان وسط بينهما. نعم، الإسلام وسط بينهما، بحيث والله يكون هنالك نوع من توسيع القاعدة الوسطى. يعني إذا كان الاشتراكية يمكن أن تساوي الناس في الفقر وتصبح هي الغنية، والنخبة في نهاية المطاف ثبت أن هنالك نخبة بطبيعة الحال هي التي تتحكم وهي التي تغنى. والرأسمالية نعم حققت حريات وحققت مساحة كبيرة جدا من الثروة وتراكم الثروة، ولكنها غابت فيها فكرة العدالة. لكن دكتور حسن، معظم الدول في العالم
تعمل على الرأسمالية ليس كذلك؟ حاليا الآن النظام العولمة انتهت بنا إلى نظام رأسمالي متوحش. يعني حتى الصين اللي كان على الأقل يوم من الأيام تقوم على نظام شيوعي اشتراكي، هي اليوم في زاوية الاقتصاد خلاص دخلت ضمن المنظومة. وخطورة هذا النظام الرأسمالي الآن إن لم تكن معه سحقك. يعني أي دولة، أي مجموعة، أي شركة لا تندمج ضمن هذا السيستم العالمي اللي هو محكوم في نهاية المطاف بمؤسسات دولية. يعني الرأسمالية الآن مش هي شركات بسيطة، لا، انتهت إلى أنها أسس النظام العالمي كله الآن على نظام الرأسمالية في إطار الاقتصاد، والاقتصاد هو الذي يحرك السياسة بطبيعة الحال. بلادنا إريتريا، أيوة عليك. أين تقع إريتريا من هذه المعادلة؟ إريتريا طبعا الجبهة الشعبية كفكرة نشأت باعتبارها حركة يسارية متأثرة بالفكر الصيني، متأثرة بالنظام الاشتراكي. كثير من الناس لا يعرفون هذه المصطلحات دكتور حسن. نعم. حركة يسارية، رأسمالية، شيوعية يعني. إيه. أيوة. فهي كانت حركة شيوعية تؤمن بالنظام يعني تناقض النظام الرأسمالي وترى الرأسمالية عدو. ولما جاءت هذه الحركة، يعني طبيعة الاقتصاد بتاعت الثورة كان طبيعي، ما في اقتصاد بالمعنى الحقيقي، ولكنها كان كفلسفة مؤمنة بالنظام الاشتراكي. بمعنى لما تصل إلى الدولة فإن أول ما تقوم به أن هذه الدولة تعلن احتكار البلد كلها أرضا وممتلكات وموارد ووسائط وكل شيء. الله المستعان. هذا الذي حصل. ولذلك الذي أحيانا يعني ما ينتبه إلى سلوك النظام الحالي هو يجهل هذه الخلفية أو لا يحاول أن يلتفت إليها. هذه الخلفية مهمة جدا، وهو حتى هذه اللحظة إلى حد كبير بغض النظر عن قضية بعد ذلك الفساد الذي يحصل في إطار النظام، لكن هو النظام الآن عبارة عن نظام محتكر تماما للثروة، محتكر للموارد، محتكر للإنتاج. الشركة التي ربما تصدر وتورد كلها شركة واحدة، وبالتالي هذا النظام في ظله لا تنمو الرأسمالية ولا ينمو رجال أعمال طبيعة الحال، لأن النظام حيث ما ويبقى الشعب فقير. عليك النور. هو في نهاية المطاف لا يجعلهم يموتون، لأنه عنده القدرة على أنه والله يجيك في نهاية المطاف زرعت، فيأتي في نهاية المطاف ليأخذ ما أنتجت. هذا الحاصل الآن. أنت زرعت مثلا نقول 50 شوال، وجاتك وزارة الزراعة وزارة المالية مع يوم الحصاد، كم عندك من شوالات؟ يقول لك والله عندي 50 شوال من الذرة. كم عندك من الأبناء؟ عندي 4. كم يكفيك؟ يكفيك 20 شوال. طيب بقي عندك الآن 30. تمام. ال30 هذه تصادرها الدولة، بمعنى ده اللي يسموه قبلي، نظام القبلي والتوزيع. هو ايوه، هو بنفس الطريقه التوزيع. ايوه. فهي متحكمه في ايه؟ في الموارد، متحكمه في الانتاج، وسائط الانتاج بيدها. دار تخصص أرض لزراعة تخصصها، دار تخصص أرض للرعي تخصصها، شركات التعدين تسيطر فيه، هي لا تسمح لأي جهة من الجهات أن تكون في شركات خاصة. وبالتالي في إريتريا ما تجد في شركات مثلا أو قانون شركات أبدا. فهذا النظام باختصار شديد هو النظام أقرب إلى النظام الاشتراكي من حيث على الأقل الفلسفة التي يؤمن بها. ولكن إشكالية هذا النظام تبقى هنالك عيوب تزيد في عيوب النظام الاشتراكي، وهو أحيانا اشتراكية إذا كان في ضمن نظام وضمن سيستم وضمن آلية دستورية على الأقل، وضمن حزب على الأقل حاكم، قد تكون أقل حدة وأقل على الأقل ضراوة على الشعب. لكن لما يكون هنالك نظام انتهت به الحالة، مثلا انتهت الحالة الحزبية فيه وانتهى البرلمان وانتهى يتحول النظام كله في نهاية المطاف إلى نظام الرجل الواحد، وبالتالي الموارد كلها تكون تحت سطوة رجل واحد، فلا تعلن لك ميزانية ولا يعلن لك نظام تنمية واضح ولا يعلن لك مثلا قوانين تجارة ولا قوانين استثمار. وبالتالي ستلاحظ أن الدولة الإريترية في نهاية المطاف هي دولة تعتمد بشكل كبير على الموارد البسيطة زي الذهب وغيره وتسير منها على الأقل أعمالها، لكن ليس هنالك تفكير يقوم على فكرة التنمية في حدثنا طيب دكتور حسن عن ثروات إريتريا. نعم، عن ثروات إريتريا المعدنية وغيرها، ومستوى إمكانيات هذا البلد. وحقيقة لو أن هذا البلد وجد على الأقل سلطة سياسية عادلة وتنظر إلى الإنسان كإنسان، لأنه في نهاية المطاف الدولة الأصل فيها أن تنظر إلى الإنسان وتطويره وتمتع وإسعاده على الأقل في هذه الحياة، وتمكينه على الأقل مما يؤدي به إلى أن يكون يعيش حياة طيبة. نلاحظ مثلا الآن أكبر مورد بالنسبة لإريتريا هو مورد البحر اللي هو الموانئ. لاحظ أنت عندما والله تحدث مشكلات مع كل الجيران وتكون عندك حروب وتكون عندك مشاكل بطبيعة الحال، فأنت عطلت على الأقل هذا المورد المهم جدا وهو مورد
البحر اللي هو الموانئ. يعني تعتبر أنا في تقدير لو أنها فقط اكتفت إريتريا بالموارد المتعلقة بالجمارك والمتعلقة على الأقل بما يمكن أن يمر عبر ميناء مصوع وميناء عصب، وعندك أنت ما يقارب 100 مليون على الأقل شخص في أثيوبيا، دعك إذا حولت الأمور إلى بلدان أفريقية أخرى، فبلا شك هذا هو المورد مهم جدا. عندك بعد ذلك في البحر أيضا الموارد السمكية، هذه مسألة هائلة جدا، والموارد على الأقل في اتجاه الثروة السمكية على السواحل البحرية الإريترية من أفضل ما هو موجود في المنطقة كلها، لأنها يعني إذا كان مناطق الأخرى على الأقل تم الاستفادة منها لسنوات طويلة جدا، فإن إريتريا لا زالت تعتبر بكرا في هذا الاتجاه. أيضا عندنا المجال الزراعي، وهو مجال يمكن فيه أكثر من حالة من حيث المناخ، وبالتالي عندك ما يمكن أن نسميه ثروات زراعية يعني لو تم أيضا استثمار. عندك المعادن، وهذه طبعا يعني قبل فترة يمكن اطلعت على مجموعة من البحوث فيما يتعلق بالمكتنزات الكبيرة جدا، سواء في الحديد، سواء في المغنيسيوم، سواء في النحاس، سواء في الذهب، سواء في الفضة. فهنالك أعداد كبيرة جدا وكميات هائلة، حتى قيل بأنك في بعض المناطق في إريتريا إذا رفعت طوبة تلقى تحتها إيه؟ تلقى تحتها ذهب. يعني هذه تقريبا. ويمكن لاحظنا الآن هذا المورد الضخم جدا، طبعا إلى هذه اللحظة لم يمكن المجتمع الإريتري بأنه يستفيد على الأقل من هذا المورد، لا زالت محتكرة هذه الموارد. بل الأخطر من ذلك أن هذه الموارد لا يتم الإعلان عنها، حتى لو افترضنا أنه والله النظام مثلا يتم التعاقد مع شركات أجنبية، أحيانا يتعاقد مع شركات صينية، أحيانا شركات كندية، لكن الخطورة أنه عند التعاقد لا أحد يجيز هذه يعني ليس هنالك برلمان يقف على الأقل إجراءات التعاقد هذه صحيحة أم ليس صحيحة، موارد الأجيال طيب. كيف يتم التصرف فيها. فهنالك حقيقة موارد ضخمة جدا، وربما لا أستبعد أن يكون أيضا البترول موجود، وهذه من خلال على الأقل النواحي الجغرافية، إذا كان في الاتجاه الغربي الشرقي مثلا هنالك بترول بطبيعة الحال أيضا. فهذه على كل نسأل الله تعالى أن يمتع الشعب الإريتري بهذه الثروات العظيمة. الأستاذ رمضان محمد نور، الحقيقة نحن نناقش فيما يتعلق بتنمية الاقتصاد الإريتري. استمعنا إلى النظام المعمول به في داخل إريتريا، وأنه يصعب للإريتريين أن ينموا ثرواتهم في داخل إريتريا، فما هو وضعهم وواقعهم في خارجها؟ بإيجاز في خلال دقيقة ونصف أستاذ رمضان محمد نور. طبعا كما ذكر دكتور حسن، الموارد حقت البلد نفسها موارد، أنا أقول في 8 أصناف من الموارد هو ذكرها. أنا أقول فيها الزراعة، وممكن السياحة بشروطها، وثروة بحرية، ومعادن وبترول، ومركز تجاري، ومبادئ بتاع صناعة، وتجارة بينية بين دول الجوار، السودان، اثيوبيا، اليمن، السعوديه، جيبوتي. دي كلها موارد اقتصاديه مع قله من الشعب كان ممكن يعيش في رفاهيه. طيب بالنسبه للتنميه، اهم حاجه هي يعني تنميه الانسان وتاهيل الانسان بالتعليم وبمراكز التدريب، شفت كيف؟ وتوفير فرص الانتاج والانتاجيه وفرص العمل. الان النسبه دي معدومه، والشباب يمشي على البحر. تعرف انت ما في، عشان تقول انت الان في البلد في مقومات اقتصاديه او الدوله مهتمه بهذا الجانب. فلذلك يعني انا لو فهمت سؤالك، انه التنميه لانه مفقود فيها عنصر البشري، ويعتبر الشباب والكادر وكذا الان مفقوده وما في لها اسس الا ان انا سؤالي اوضح لك اخونا رمضان محمد نور. انا نعم. سؤالي، نحن الآن كإريتريين لم يتيسر لنا أن ننمي ثرواتنا في داخل إريتريا للوضع الموجود الحالي الآن. طيب نحن كإريتريين نعاني حقيقة، إذا كنا نتكلم عن المعالجات لمعالجة الفقر، معالجة العطالة، لمعالجة البطالة، أكثر من 45 سنة نحن نعاني في فقر إخواننا المهاجرين مناطق السودان، جيبوتي، أثيوبيا إلى آخره. طيب أين الاقتصاد الإسلامي الإريتري؟ أين التجار الإريتريين؟ أين دورهم؟ أين اتحادهم؟ أين تعاونهم في تنمية هذا المال وهم في الخارج؟ هل هذا لا يعنيهم باعتبار أنهم خرجوا من إريتريا وحصلوا على جنسيات أخرى، فبدأوا الآن ينمون أموالهم في دولهم التي الآن انحازوا إليها؟ هل هذا يكفي؟ وهل هذا يعفيهم من المسؤولية؟
ما الواقع الموجود حاليا الآن؟ الواقع الموجود فعلا كلامك صحيح، والإريتريين في أماكن كثيرة تجار، موجودين في أثيوبيا تجار، موجودين في السودان تجار ورجال أعمال. وأنا كان عندي تجربة ممتازة، اللي هو الإخوة الأتراك اللي كانوا في ألمانيا، 3 مليون تركي في ألمانيا، البنى عليهم أتاتورك كثير من اقتصاده، إنهم هم في الخارج قووا بعضهم البعض بالشركات التجارية بالمشاركات وبالاستعداد وبالتعليم وغيرها. فلذلك الآن التعاون ما بين الإريتريين في الخارج الرابط ما موجود. لابد ان احنا من هذا الباب نعمل الرابط بين التجار وبين اصحاب المهن واصحاب القدرات الخاصه، ونحاول نقوي بعضهم بعضا البعض. لكن حتى الان ما بدات هذه العمليه، عشان كده امورنا مفككه، وعندنا موارد ضخمه في السعوديه، الموجودين في السعوديه يعني عدد كبير، والموجودين في اوروبا عدد كبير، ممكن نعمل منها شركات تجاريه كبرى ونتصل ببعضنا البعض ونقوي اقتصادنا بتعاوننا مع بعضنا البعض. لكن حتى الان ما هو تفضل. أستاذ نعم. رمضان محمد نور، كنت معنا من خارج الاستديو. الشيخ فتح الباري، ما هي إضافتكم حول هذا؟ أنتم أثرتم حقيقة قضية جميلة جدا ومهمة، وهي فيما يتعلق أن المال الأصل فيه أنه لله ولا يأتي إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى واتباع أمره. حدثونا عن هذا المبدأ الذي نسيناه كثيرا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صاحب المال وصاحب الملك ينص على هذا. قال الله تبارك وتعالى: إن من شيء في الأرض إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم. نحن في غفلة كثيرة شديدة جدا، سبب الفقر عندنا أتوقع عن بعدنا عن كتاب الله. حدثنا عن هذا في دقيقة ونصف. أحسن الله إليك أخي المشايخ الدكتور حسن سلمان وأستاذ رمضان، أفاد وأجاد. فقط في موضوع أرتيريا أحب أن أنوه على موضوع، وهو لو أننا ذهبنا على محورين: محور إحياء المشاريع القديمة مثل المصانع التي كانت في أسمرة وفي غيرها، مصانع الملابس والأقمشة والأحذية، وميناء مسوع وعصب، والقطار، والحدائق الزراعية في قندع وبحتلاي، وترع كانت موجودة في نهر كاش. ثم أيضا هو ابتكار مشاريع جديدة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالجانب الصحي والتعليم والبنية التحتية، والاستفادة من الثروة البشرية بفتح مصانع كبيرة، واستثمار أيضا ليس مينائي مسوى وعصب فقط، أيضا هناك موانئ يمكن ابتكار مصانع في بوليس وجزر دهلك، وربما لكن الشيخ فتح الباري، النظام المالي الموجود الآن في إريتريا لا يسمح لنا أن حقيقة ننمي ما ذكرته من تجارات يسيل إليها اللعاب. حدثنا الآن، نحن نعاني من الفقر حتى خارج إريتريا، هناك فقر كبير، نسبة الأغنياء حقيقة قليلة لو قارناها بنسبة الفقراء، بالتالي نريد أن يفتح الله علينا بركات منه. ما هو السبب الذي أنت أشرت إليه؟ حقيقة مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت فقط هذا الحديث، ما نقص صدقة من مال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الزيادة والنقصان للمال تؤثر فيه من صدقة على الفقراء ابتغاء وجه الله، وذلك من أن الله يدفع عن المسلم من البلاء والمصائب بسبب الصدقة. إذن إكثار الصدقة وإكثار الأعمال الخيرية، إكثار البر وصلة الرحم وبر الوالدين والصلة، بإذن الله تعالى سيجعل الله تعالى سبحانه وتعالى يجعل في المال القليل نفعا أكثر من المال الكثير. وعليه تقوى الله والإيمان به والعمل الصالح هما من أسس ومن أهم زيادة الخير والبركات. أخي الشيخ الله يجزاك خير. شكرا لك الشيخ فتح الباري، كنت معنا من خارج الاستديو. الشيخ حسن، الشعب الإريتري الله سبحانه وتعالى من عليه حقيقة بالمال ومن عليه بالجاه. هناك فئة من المجتمع لديهم مال، لديهم جاه، لديهم إمكانات، لكن مع الأسف هذه الإمكانات لم تستخدم في صالح الشعب الإريتري كما ينبغي.
رسالتكم حول هذه القضية. هل يمكننا نحن كإريتريين أن ننشئ شركات اجتماعية، شركات عامة، جروبات؟ هل ممكن أن ننشئ يعني مزارع، ننشئ مشاريع تنموية اقتصادية ذات مبالغ هائلة تفيد المجتمع؟ هل فينا حقيقة أمناء وأقوياء؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. هل فينا هذا أو لا يوجد فينا؟ حول هذا لو تحدثنا في دقيقتين، نحن أوشك لكن حقيقة نحن أنا دائما ما أقول من أكبر أخطائنا أننا أحيانا نضع كل الملفات في ملف واحد أو في درج واحد. بمعنى أحيانا بعض الناس يفكر في الملف السياسي ويجعل هذا الملف هو كل شيء، ثم ترجع بعد ذلك الثقافة ويرجع اللغة ويرجع الاقتصاد وترجع امتلاك الأرض ويرجع حاجات كثيرة جدا. وتمر السنوات والسنوات والملف السياسي لم وأنت ما قدمت شيء. ولا زلت فنحن في السياسة يجب أن نعمل بسياسة الأبواب المفتوحة والخير في كل المجالات. يعني سارع إلى الخيرات، أعمل الخيرات، ازرع ما هو خير، فلعل هذا الخير الذي تبذره الآن يأتي بعد سنوات نتائج. صحيح. فأنا في تقدير هنالك إمكانات على مستوى القدرات والكفاءات. يعني هنالك من الرجال من يمكن أن يديروا، وهنالك من الناس من عندهم أموال. بل دعك، لا أريد أن أذهب في اتجاه أنه نحن لابد أن يكون لنا أموال كثيرة. أحيانا يمكن أن تقوم بفكرة بسيطة جدا، وهو أنه والله يا أخي المشاركات المحدودة وتأسيس أعمال صغيرة، أشبه ما يكون مثلا بنظام ما يسمى ببنك الفقراء مثلا في بعض البلدان. أحيانا يمكن أن تنشئ حالة الأساس فيها أنك والله تريد أن تستثمر لهؤلاء الفقراء في مشاريع، بل أحيانا تجعل هؤلاء الفقراء جزء من هذه المشاريع يعملون فيها وينتجون من خلالها، فتوفر لهم فرص عمل، وفي نفس الوقت هنالك عائد يمكن أن يعود إلى غيرهم من الناس. فكيف نستطيع ابتداء أن نعيد الثقة في أنفسنا بإمكان أننا يمكن أن نعمل؟ يا سلام، هذه مهمة جدا. يعني إذا ما استطعنا أن نقول بإمكاننا أن نعمل لا نستطيع أن نعمل. النقطة الثانية، محتاجين أيضا إلى أن نثق في بعضنا البعض. يعني فكرة الشك المستمر، فكرة سوء الظن المستمر، فكرة جلد الذات المستمرة في أن نحن ما نعمل، نحن فشلة، نحن كذا، مشكلة. يا أخي دعنا ندخل على الأقل في مشروع، وليكن مشروعا ناجحا فيما يتعلق بمشروع التنمية. تمام. مشروع التنمية فقط. إن والله كيف نستطيع مثلا أن نجعل من مناطقنا الفقيرة لمخيمات اللاجئين، هذه المناطق يجب أن لا تكون فقيرة، مناطق نجعلها مناطق عمل. نعم. كيف نجعل من إخواننا الذين لهم أموال أن يتعاونوا فيما بينهم لتشكيل شراكات. وهذه طبعا إن شاء الله لو جئنا بالتفصيل إلى قضية النظام الإسلامي فيما يتعلق بالشركات، يميل إلى فكرة الشركات العديدة، يركز إلى مفهومين: مفهوم التجارة ومفهوم الشراكة. يعني القرآن الكريم تجد يستخدم مصطلح التجارة، والتجارة هذه من أبواب الرزق الوفير. كيف تستطيع أن تدخل في هذا الباب لتعزز على الأقل؟ بعض الناس الآن عندهم أموال ومحبوسة ولم يجدوا شخص على الأقل يمكن أن يعملوا معه. فأنا أقول أحيانا دعنا نفكر في اتجاه على الأقل إيجاد مبادرة لأهل الخارج. جميل. الناس اللي عندهم إمكانات على الأقل يمكن أن نقول والله تأسيس شركة تنموية، تكون شركة تنموية عائدها يعود إلى جهتين: الجانب الأول المستثمرين لهم إن شاء الله 50% من الأرباح، و50% تذهب في اتجاه مشاريع للفقراء والمساكين وغيرهم. أنا أعتقد إن شاء الله هذا الموضوع سيجعل الله فيه بركة وسيجعل الله فيه الخير، ويجعل أيضا الناس كلما قاموا بمشروع ونجحوا فيه يطمعوا إلى مزيد من النجاحات. إذن أعزائي المشاهدين، أوشكنا على نهاية الحلقة. قناة السلام تدعوكم إلى هذه المبادرة لإقامة مشروع تجاري استثماري، 50% للمستثمر و50% يرسلها إلى الآخرة دعما للفقراء والمساكين بجميع مكونات الشعب الإريتري. اقبلوا هذه المبادرة، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، ما زلت في دفاتري قصيدة. وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة.
ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدا. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، من أجل عينيك الحزينتين، من أجل عينيك الجميلتين، يأتي زحفنا، يأتي زحفنا من أقدس الدروب، من أقدس الدروب. يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا ليل يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها يعشقها أحبتي، يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها عشت بها طفولتي. يا ليل يا أنت يا ضحية الحروب يا أنت، إريتريا يا